كرة ملعوبة، الأهلي يريد هدف رابع في لحظات أخيرة. مرسله إلى عبد الرحيم، عبد الرحيم هل يأتي بالحل؟ ملعوبة ولكن أخيرا مبعدة. الأهلي ضيع المباراة من يدينا، الأهلي ضيع المباراة من يدينا صراحة. تراخي لاعبين في منتصف الملعب، تراخي لاعبين في المنطقة الخلفية، محور الارتكاز ضاع تماما مع نزول مارسيلو، كمان نزول اللي هو اللاعب إلتون جوزيه، وبالتالي ثبات في منتصف الملعب. حيوية إلتون جوزيه أعطت الحيوية لمنتصف الفتح. أبناء النخيل كرمة ما عندهم بخل، وبالتالي يكرمون الأهلي بالتعادل حتى الآن. لحظات صعبة وفي أرض الأهلي التعادل 3-3. كورة لا تعرف الأمان، قايل لك مباراة إلى صافرة النهاية. ملعوب أحمد درويش يلعب كرة فيكتور سيموس إلى خطأ لمصلحة الأهلي. هل هذا الخطأ يأتي بالمعجزة؟ هل هناك معجزة في عالم كرة القدم؟ ياسر المسليم في حالة تقدم ودعوات. مارسيلو كاماتشو على الواقف في 25 دقيقة أخيرة بعد تسجيلها الهدف. تراخي في الفريق الأهلاوي أدى إلى 3 أهداف فتحوية، ارتفاع معنوي في فتح الجبال. كرة ملعوبة واخيرا الكرة تجد من خلالها رأسية الفتح. واخيرا مشاهدينا الكرام محبينا في كل مكان، الفتح أبناء النخيل يعتبر بمثابة انتصار. تعادل في أرض الأهلي 3-3 في مباراة كان ينتظرها على حرم الجمل جمهور الأهلي بانتصار، ولكن أعتقد بأنها مباراة يتجرع من خلالها المرار. الأهلي بتعادل على أرضه من أمام الفتح العنيد، وبالتالي بمثابة الفوز وفي انتظار ويتنج ليست إلى نهاية الدوري في رحلة خاصة مع الأهلي والشباب، والمطاردة مستمرة. ولكن الشباب الذي ينتصر ب47 نقطة، والأهلي بهذا التعادل 46 نقطة. الصدارة شبابية حتى إشعار آخر، والثالث هلالي ب45 نقطة. أعتقد مشاهدينا الكرام محبين في كل مكان، صافرة النهاية من مشاري المشاري وياروليم في لحظات ذهول من مباراة الاتفاق. لابد من عودة الحسابات للأهلاويين، وبالتالي الفتحاويين موسم مميز جدا وعطاءات مميزة، وإلتون جوزيه المعجزة يضع هذه اللقطة في لقطة خاصة لجمهور الأهلي الذي في لحظة ذهول أعتقد وعلامة استفهام كبيرة على سوء الأحوال.